اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن موضوع بيتسأل كتير من حد عايز يسافر ويشتغل في المانيا. اسافر اعمل معادله ولا اسافر اعمل ماجستير؟ خلونا نجاوب على السؤال ده مع بعض. لو اول مره تشوفني، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد. انا صيدلي مصري بشتغل في المانيا بقالي حوالي 5 سنين. وعشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نفهم حاجتين. اول حاجه، نظام الدراسه في المانيا عامل ازاي، اختلافه عن الدراسه في مصر مثلا. والحاجه التانيه، انت بالظبط عايز تعمل ايه في الكارير المهني بتاعك، عايز تسافر المانيا تشتغل ايه. نظام دراسه الصيدله في المانيا مختلف عن مصر. في مصر احنا عندنا نظام بكالوريوس ماجستير. لما انت تدرس صيدله فانت تدرس بكالوريوس صيدله، عايز تكمل بعدها دراسات عليا بتعمل ماجستير ودكتوراه. في المانيا النظام مختلف، في حاجه اسمها امتحان دوله او شتاتس اكزام. معناها ان الطالب الالماني او الطالب اللي بيدرس صيدله في المانيا بيدرس على مدار 5 سنين، وفي ال5 سنين دول بيمتحن امتحان اسمه امتحان دوله اول، امتحان دولة تاني، وامتحان دولة تالت. امتحان الدولة التالت ده لما يمتحن فيه بيحصل على رخصة ممارسة المهنة كصيدلي. وامتحان الدولة التالت ده على فكرة لو انت جاي تعمل معادلة في ألمانيا، هو ده الامتحان بتاع المعادلة، هو ده الامتحان انت تمتحنه علشان بعد كده تاخد رخصة مزاولة المهنة الدائمة دي كصيدلي. طيب احنا بنقول ده ليه؟ ده علشان لو انت دارس صيدلة في ألمانيا وعايز بعد كده تكمل دراسات عليا، مش مضطر انت تعمل ماجستير. انت ده الدراسة بتاعتك دي بتعادل البكالوريوس والماجستير مع بعض. ممكن انت تكمل دكتوراه على طول. عايز تعمل مثلا، عايز تشتغل مثلا في الاندستري وعايز يبقى معاك دكتوراه علشان تشتغل مثلا في الار ان دي، فانت ممكن تعمل دكتوراه مثلا على طول في التخصص من تخصصات السيوتكس او الكيمياء العضويه او غيرها او غيرها. لو انت معاك بكالوريوس صيدله من مصر وعايز تعمل ماجستير هنا في المانيا، ممكن طبعا، بس هتلاقي تخصصات الماجستير اولا مش كتير اللي ليها علاقه بالصيدله، ثانيا مش مرتبطه دايركت يعني بالصيدله، مش لازم تعمل ماجستير عشان تشتغل مثلا في الاندستري. النقطه الثانيه ان انت في الاخر غالبا هتحتاج ان انت تكون عملت معادله. يعني كل التخصصات اللي بيشتغل فيها الصيادله، سواء صيدلي في صيدليه عامه او في مستشفى او في الاندستري، مفيش حد معهوش ابروباتسيون. يعني مفيش حد بيشتغل كصيدلي الا يكون معاه ابروباتسيون. طيب ايه هي مميزات المعادله؟ اولا المعادله سهله نسبيا. انت عشان تمتحن معادله بتحتاج ان انت تتقن حاجتين، الالماني وان انت تمتحن امتحان المعادله اللي هو امتحان الدوله الثالث اللي لسه متكلمين عنه. الامتحان ده اولا مش صعب لو انت بتتكلم الماني كويس، والالماني يعني الماني اللغه هي مفتاحك يعني للبلد دي. لو انت بتفكر انت تسافر المانيا فانت يعني لازم تركز على الالماني اهم من اي حاجه. ودايما في عجز في الشغل. لو انت جيت تعمل معادله فانت بتلاقي شغل بسرعه جدا، علشان دايما في عجز في الشغل. اول ما تحصل على ترخيص مزاوله المهنه المؤقت طبعا، يعني هو ورقك يعني يكمل وتمتحن اول امتحان اللي هو امتحان اللغه الطبيه. ومعظم الناس بتخلص معادله في خلال سنه تقريبا، اللي هو يعني بيشتغلوا وبيذاكروا جنب الشغل لحد ما يمتحنوا الامتحان بتاع المعادله. وبعدها انت هيبقى في سلاح في ايدك. لو انت قررت انت تاخد اي يوتيرن في الكارير بتاعك، انت تشتغل حاجه تانية، تطور من نفسك مثلا في سكه معينه انت عايز تتخصص فيها، تقدر تعمل ده بسهوله عشان انت تقدر دايما انت تشتغل بمرتب كويس كصيدلي. ممكن تشتغل مثلا بدوام جزئي وتعمل حاجه تانية، تدرس او وات ايفر. حاجه تانية مهمه ان انت ممكن تاخد الجنسيه بسرعه بعد 3 سنين. لو انت صيدلي فانت غالبا بتتكلم الماني كويس، واول ما جيت هنا المانيا اشتغلت، فبعد 3 سنين تقدر انت تقدم على الجنسيه وفقا لقانون التجنيس الجديد اللي لسه متفعل من كام شهر. لو انت بتسالني على رايي الشخصي فانا انصحك ان انت تعمل معادله مش ماجستير على الاقل اول ما تيجي المانيا. لو انت بعد كده عايز تتخصص في حاجه معينه والحاجه دي بتحتاج شهاده اكاديميه عشان تشتغل فيها، فممكن بعد المعادله انت تعمل ماجستير. وما اعتقدش انت ممكن تندم على الحاجه دي. لو انت عامل الوقت ده بيلعب دور بالنسبه لك، فانت ممكن تشد حيلك مثلا في مذاكره اللغه، ان انت تيجي تشتغل على طول، تخلص المعادله بسرعه، عشان بعد كده لو انت عندك طموحات تانية في الكارير بتاعك تنجز يعني في عامل الوقت. بس على الاقل هيبقى عندك وساده تقع عليها لو حصل اي حاجه، دراسه ما مشيتش، اي حاجه تانية سكه اكتشفت بعدها ان ده مش اللي انت عايز تعمله، دايما يبقى عندك اوبشن تاني ان انت تشتغل وتبقى حياتك مستقره. لو عندك اي اسئله او تعليقات ممكن تقول لي في الكومنتات، هتبسط جدا. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه. بس واشوفكم فيديو جديد.